السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مرآة البحر الأندلسية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد الشوربة سخونة وزوينة وسهلة، يعني هي اللي تصلح في هذا الشتاء هذا وفي هذا البرد هذا القارس. عندنا البصلة والثوم، وعندنا 3 الحبات القرنفل، وعندنا حبة حتى 2 حبات ديال الهيل، عندنا بزار حبوب، عندنا سكنجبير يعني باقي عواد، والخرقوم حتى هو يعني صاين ما مطحونش. عندنا حبه البركه، غنشحرو مزيان في زيت العود، يعني حتى ديك البصله كطيح لينا وكتشحر. غنضيفو الماء تقريبا 3 لتر ديال الماء، يعني الماء عادي يعني ما طيب، كنديروا الماء عادي اللي بغى، لان اصلا ما غاديش نديروا الشوفان حتى يغلى الماء، يعني غندير اللي عنده الماء طيب غيدير الماء طيب ديريكت ويدير الشوربه ويدير عفوا الشوفان. انا الشوفان كنخلي حتى كيغلي الماء، يعني ما كنديرش في الشوفان في الماء البارد، كنخلي حتى يغلي الماء. وغنضيف 2 طاسات ديال الشوفان. نتوما كتشوفوا هاد الطاسه اللي عندي هذه كبيره، غنزيد 2 طاسات في 3 لتر ديال الماء. وفعلا الملحه راه نسيتها ما قلتهاش، هذه راه ضروريه، ما يمكنش الماكله نخلوها بلا الملحه. والثوم الثوم حكينا مع البصله. ها الطاسه الثانيه اذا هكا مره نحركوا الشوربه ديالنا حتى كتقال وكتبان لينا طيبه ونطفيو عليها. يعني هاد الشوربه الا طولت معاك 20 دقيقه لا غير، 5 دقائق ديال تشحر بين البصله والثوم. ملي كنديروا الماء يغلى كديري الشوفان، هالحريره ديالنا طيبه. الا درتي كاع الماء طيب يعني غادي توفر عليك واحد 5 دقائق، يعني قدرت 15 دقيقه تكون الحسوه ديالك واجده وبصحه والراحه. وكنقدموها مع التمر مع البيض كما بغيتو، كل واحد كيفاش كيبغي يقدمها. وشربوها في هذا الوقت بالصحه والراحه. الصراحه زوينه بزاف، كتجي سهله باش توجد، وكتجي بنينه بهاد المقادير هادو. وبصحتكم وراحتكم خليت لكم لهنا وراحه البال. السلام عليكم ورحمه الله.